انتوا عزلتوا ولا لسه؟ لسه لنا يومين بننقل في العزل. احنا شادين الكوت على النعمه، مش عارفين نعمل ايه. احنا نعمل ايه دلوقتي؟ مش لاقيين على النعمه، قاعدين في الشارع. شقة عبد النبي الصابر صح؟ ايوه قاعدين في الشارع. قاعدين من الساعه 7 الصبح واحنا بننقل الفرش ده، وكل ده مصاريف على قلبنا. نقل الفرش وعربيات والناس تدل من فوق. هنعمل ايه ده؟ هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دلوقتي؟ اول في الشوارع. ده غير الحاجات اللي اتكسرت ده طبعا. لسه في ازاز اتكسر، وعندك حاجه اتكسر كله اتكسر. ما انتوا عاملين كده نيموها دي الناس دي واخده مبلغ وقطع عشان الحاجة بتقول لك كنتوا عاملين باللهجة ومستعجلين يعني. طب ما لازم نكون مستعجلين. ليه يعني؟ اقول لك عشان العمارة طلع لها يخلى، ما لازم يبقوا مستعجلين. ما هم بيقولوا طلع لها يخلع عشان تموت الناس، بيقولوا له معذب. انت ست طيبة على فكرة، طيبة جدا. نعمل ايه احنا دلوقتي؟ نفذ القرار. ادينا بننفذ. نفذ القرار وبعد 9 شهور ان شاء الله نرجع مكاننا تاني باذن الله. ماشي يا باشا ادينا بننفذ. طب ماشي احنا على الفرش ولسه بندور على شقه عشان نقعد فيها. هنقعد في الشارع احنا دلوقتي. احنا ما عندناش لا ابيض ولا اسود، ولا معانا نقعد بالايجار، وما عندناش فلوس حتى ندفعها في الايجار. ما هم هيدفعوا لنا، هيدوكوا 1000 جنيه يعني كل سكن هياخد 1000 جنيه. طب فين الشقه ب 1000 جنيه اللي بتحكي عليها؟ حلو قوي. قاعد اسره ب 1000 جنيه، ميه ونور وغاز. طب امسك، مش لما تمسك ال 1000 جنيه الاول بتكلم. طب ماشي اسره كامله تقعد ب 1000 جنيه. قال لي ايجار الوقت نور وميه 3000. فين ده كله؟ ال 1000 جنيه هتوكل اسره كامله بحالها؟ هتعيش اسره بشقه كامله 1000 جنيه. قاعدة في الشارع والله ما لاقية مكان، أنا وأولادي وغلبانة وأنت عارف حالي. انا عارف حالتك، بس هم ما يعرفوش حالتك. لا انا عارف ان انت غلبانه وعلى الله. انا عارف مسكينة والله، مسكينة وغلبانة. لا ما تطلعهاش في الفيديو، لا غلبانة هي ست غلبانه، هي هم سامعينها لكن ما والله تطلعهاش. ما عنديش مكان والله، قاعدة في الشارع والله أنا وابني، ما عنديش مكان والله العظيم. غلبانة قوي. ان شاء الله. ما اقول لهم شوفوا لي مكان للحكومة، مش سالم فيا، مش سالم فيا ولا حاجة. الحال اتكسر كله. هنجيب منين عزال تاني احنا بدل اللي اتكسر ده؟ ما مش مشكلتهم برضه. مفيش حاجة. هي المشكله في ايه؟ بص المشكله كلها ان هي طلع لها قرار يخلع، احنا هننفذ تمام. احنا بننفذ احنا على خساره ده. ما فيش مشاكل. انا عفش بيته كله اتكسر، الانتريت اتكسر واوضه النوم اتكسر والتكييف اتكسر والمراوح اتكسر يعني. والجزاز اتكسر، كله اتكسر. بس احنا بننفذ، احنا بنعرفهم ان احنا بننفذ قرار اللي يخلع، وخدنا قرار ان احنا نرجع بعد 9 شهور. كلام حلو كويس. عايزين التنفيذ، عايزين التنفيذ، وفي 1000 جنيه ايجار كل واحد هياخدها. ده كلام حلو. هتاخدوا ايجار. ايوه ايجار ان شاء الله قريب. عايز تقول حاجه تانية؟ لا تمام. شكرا انا عايز ليك. اوصل رسالتي بس. مفيش مكان. شكرا.